يعني لو حضرتك رحتي معبد الدير البحري تجدي صلبان، ايه اللي جاب ده؟ طب يا دكتور ليه اتسمى الدير مش المعبد؟ معبد الدير البحري او سموه الدير البحري لان من القرن الاول لغايه القرن الرابع الميلادي كان غير مسموح للمسيحيين ان هم يعبدوا ربنا او يجهروا بالديانه بتاعتهم، لان كانت مصر تابعه للدوله الرومانيه وكانت هي للاسف وثنيه، وكانوا بيعتبروا ان الديانه المسيحيه بالنسبه لهم ديانه غير جيده، فكانوا مانعين. فالناس دول كانوا يعبدوا ربنا فين؟ دخلوا جوه المعابد وجوه الكنائس او حواليها الكنائس. يعني لو حضرتك رحتي معبد الدير البحري تجدي صلبان، ايه اللي جاب ده؟ لان هم كانوا ساكنين فيها وقاعدين فيها وعملوا فيها مصحة. يعني بعد كده عملوا وفضلوا من القرن لغاية من القرن الأول لغاية القرن السابع ناس من المسيحيين قاعدين في هذا المكان بيتعبدوا لربنا وبيعالجوا، فسموه معبد. وعملوا كمان في جزء فيه، قلنا عايز اشوف المصحة، عملوا جزء مصحة وجزء دير، يعني جزء يتعبدوا فيه وجزء يعالجوا ايه، يعالجوا فيه. فأصبح عند الناس اسمه مشهور بمعبد ايه، الدير البحري.